انسوا بقى سليق الكرنب تاني، انسوه خالص. تعالوا شوفوا الطريقة بتاعتي الجديدة ديت. انا هسيب لكم الجزء الاولاني في الاخر خالص، هوريكم الجزء اللي انا ما رضيتش احطه في التخزين عندي في الفيديو الاولاني بتاع تخزين الكرنب. انا منزله فيديو قبل كده، وده الجزء التاني سايبه لكم لوحده عشان تفهموا منه طريقه التخزين الجديده. طبعا انا جبت الكرنبايه وقلت ايه اجرب في حته كل دوت تفهموه في الجزء التاني. بصوا الكرنبايه ديت محطوطة في الفريزر وطلعتها مسلوقة. هتنسوا بقى الغلبة وهتنسوا وقفكم على البوتاجاز. هتجربوا الطريقة الجديدة وهتعجبكم وهتمشوا عليها على طول، مش هتتعبوا تاني. وهنا بقى كانت فيروز قرفاني وكانت عايزة تاكل، وكنت عاملة لهم عدس لان اليوم النهارده كان يوم تخزين. وطلعت كمان الكرنبايه عشان اوريكم هي شكلها عامل ازاي وطريقتها ازاي لما اتحطت في الفريزر. وتقطعوها بقى التفصيل اللي انتوا عايزين تفصلوه، ورقتكم كبيره ورقتكم صغيره. الطريقه والتفصيل ده مزاجكم انتوا مش مزاجي انا. هسيبكم بقى تتفرجوا وتشوفوا الفيديو. وادي كده قطعت الكرنبايه. بصوا الحتتين اللي انا حطيتهم في الفريزر، هي مرات اخويا قالت لي حطيها في الفريزر وهتطلع. انا مصدقتهاش، انا جربت في الحتتين دول واديكم شايفيني وانا بسلق الكرنب. انا سلقت كده كرنبيتين ماشي، دول اهم يعني اهو. بصوا 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 الورق طري، الورق مسلوق، انا حاطاه ناشف. فانا هعمل ايه بقى؟ انا هعمل كده، هشيل دي في الفريزر وبكره هكمل بقيه الفيديو عشان احطه لكم كامل. بصوا بقى انا حطيت اهي الكرنبه ناشفه اهي، وبكره نبقى نطلعها هتبقى كده يعني. بس هي المشكله اللي ما عندوش فريزر او تلاجته الفريزر بتاعتها صغيره، التخزين كده مش هيبقى سهل عليها عشان المكان بس. وبعد مرور 4 ايام مش تاني يوم انا هطلع الكرنبايه، لان انا ما كنتش فاضيه، كنت مشغوله جدا. بصوا ناشفه ازاي، بصوا اهو لسه طالعه من الفريزر. وهسيبها كده بقى تطرى وبعدين نقطعها مع بعض. ايدي سقعت والله. بصوا بصوا هكسر لكم حته ولا ايه؟ لا سيبوها، هسيبها كده. عايزه اقول لكم ولا غلبت ميه ولا نجيب على طول نحط الفريزر نطلع تاني يوم نقطع، خلصت.